السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض بودرة الكافي ميكس. هنعملها في البيت بكل سهولة، هنعملها بمكونين 2 بس، وهنستخدم النهاردة بديل مبيد القهوة. تمام. طبعا احنا كلنا عارفين ان مبيد القهوة مش صحي بشكل كبير، ولكن هو متوفر في الاسواق. بس انا النهارده حبيت ان انا اعمله صحي اكتر، فهستخدم بديل مبيد القهوه. هقول لكم عليه دلوقتي. تابعوا معايا الفيديو، بجد الوصفه هتبهركم. والنتيجه مضمونه، نفس طعم الكافي ميكس بالظبط. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. مكوناتي النهارده بسيطة جدا، عبارة عن مكونين 2 بس. معايا تلت كوباية من النسكافيه، عليهم 3/4 كوباية من الكريم شانتيه، وهو ده بديل مبيد القهوة اللي قلتلكوا عليه. كمان انا جبت كيس كده منفصل من الكافي ميكس ده في الاخر خالص. انا هقارن ما بين وصفتي والكافي ميكس الاصلي. اول حاجه هنجيب من المطحنه كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي ان احنا ننزل بكميه النسكافيه بتاعتنا. تلت كوبايه النسكافيه عليهم 3/4 كوبايه الكريم شانتيه. طبعا لو انتي بتفضلي ان انتي لا انا عايزه مبيد القهوه ومش عايزه استخدم الكريم شانتيه، براحتك خالص. ولكن زي ما قلت لك هو مش صحي خلاص. فانا استبدلته بالكريم شانتيه. هنبتدي بقى ان احنا نضربهم بشكل كويس ونمزج المكونات بتاعتنا بشكل حلو جدا. بعد كده لو حسيتي ان الخليط بتاعك لونه غامق شويه، تقدري ان انتي تزودي من الكريم شانتيه علشان يديكي نفس اللون الكافي ميكس بالظبط. وفي اي برطمان نضيف عندك او اي علبه محكمه الغلق، تقدري انتي تحفظي فيها الكافي ميكس بتاعك. عايزه اقولك زي ما انتي شايفه كده، عمل معايا كميه كبيره جدا. حان وقت التجربة. زي ما انتوا شايفين كده، انا المعلقة الصغيرة بتاعتي دي صغيرة جدا خلاص، فعشان كده حطيت 4 معالق من بودرة الكافي ميكس اللي انا عملتها معاكم. هبتدي بان انا انزل كمان بالمية المغلية. طبعا زي ما قلت لك في اول الفيديو ان انا جبت كافي ميكس اصلي، وان انا هعمل كوبايه في الاخر منه علشان اقارن ما بين الطعم. عايزه اقول لك ان نفس اللون ونفس الريحه نفس النكهه، طعمه حلو جدا. حاجه انت عاملاها في البيت، طبعا صحيه اكتر. زي ما قلت لك مبيد القهوه مش صحي خالص. وصفه سهله وبسيطه، يا رب تعجبكم ويا رب تجربوها. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.